السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في تاني حلقات مقتطفات رمضانية. النهاردة إن شاء الله حلقتنا بسيطة جدا وصغيرة جدا، عاوزين نعرف فيها إيه هي الحقن اللي بتفضل معايا في الصيدلية. سؤال مهم جدا لازم يكون كل الناس عارفينه معانا. اولا بعد الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي حقنه مسكن لا تفطر في الصيدليه، تاخدها بامان جدا في اي وقت، مفيش اي مشكله معانا خالص. طيب والحقن المضادات الحيويه لا تفطر معايا، لكن المضادات الحيويه مشكلتها انها ممكن تعمل لي هبوط شويه مع الصيام، فيفضل ان حضرتك تاخدها بالليل، ده افضل حاجه للمضادات الحيويه الحقن. طيب بالنسبه بقى للمحلول او المحاليل اللي بتتعلق، عندي محلول ملح، عندي جلوكوز، عندي رينجر، عندي 3 انواع معايا. ايه اللي ينفع استخدمه في الصيام؟ ينفع استخدم محلول ملح، ينفع استخدم الرينجر، بينما الجلوكوز لا يستخدم اثناء الصيام لان الجلوكوز بيفطر معايا. طيب ايه تاني مع الجلوكوز؟ الحقن الفيتامينز، الحقن الفيتامينات، اي حقن فيتامينات يفضل ما تاخدهاش اثناء الصيام، تاخدها بعد الفطار. بخلاف ذلك اي حاجه في الصيدليه في الحقن لا تفطر معايا، والله اعلى واعلم. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.